شوف يا سيدي، كلنا بعد شوية نازلين نصلي العيد، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. لكن الحقيقة اللي استوقفني في البحث في المصادر التاريخية صلاة العيد في العصر الفاطمي. طبعا صلاة العيد صلاة جماعية مهمة في الإسلام نفسه زي ما هو معروف، لكن في العصر الفاطمي خدت شكل كرنفالي قوي ومبهر قوي. كان الخليفة الفاطمي بنفسه هو إمام الصلاة، يخرج بقى في أول أيام العيد بعد ما الناس تاكل الكعك زي ما قلنا من على الصماد بتاعه، بقى يتحرك بقى لأداء الصلاة. وكان في مصلى عظيم جدا يعني مخصص لصلاة العيد أمام باب النصر، حاجة بقى لا أجمل ولا أروع، مبهرة جدا. وكان المميز إن الخليفة الفاطمي بنفسه هو اللي يؤم المصلين في الصلاة، وهو اللي يكبر، وطبعا القاضي يبلغ عنه بقى التكبير، والناس بقى تردد وراه في مشهد جميل جدا. وبعد الصلاة هو اللي بنفسه يطلع المنبر ويخطب خطبة العيد، أداء رائع جدا وجميل. اتفرج بقى كمان في وهو عائد بعد الصلاة راجع القصر، حفلة رهيبة جدا وعظيمة جدا معمولة له، وماشي بقى هو وعياله. والمشهد كمان نلاقي فيه أفيال، كانت حاجة غريبة جدا على المصريين، تلاقي فيلين ضخام جدا معديين وقاعدين منهم الجنود مسلحين بالسلاح، ومظهر مهم ومنظر غريب جدا. وتلاقي الزرافة، كنا لأول مرة نشوف الكائن ده بقى معدي، الزرافة والأفيال، مشهد مهم جدا. وكانوا يسموه ركوب أول أيام العيد أو ركوب الخليفة في يوم العيد. تتفرج الناس بقى في كل الشوارع وينبسطوا ويهيصوا، وتلاقي بقى الخليفة جايب معاه بقى عيال غلمان كده يعملوا نمر ويتشقلبوا فوق ظهور الخيول ويبهروا المصريين في اليوم ده. حاجة كانت لا أجمل ولا أروع. وكانت من المشاهد المميزة أيضا في الاحتفالية الكرنفالية الجميلة دي في العصر الفاطمي، إن الخليفة تلقاه كده حاطط سيف الرسول عليه الصلاة والسلام بيتحرك بيه، مشهد مبهر جدا وجميل. وكمان أولاده شايلين دروع شكلها مميز جدا، يسموها بقى الجواشن، جمع جوشن، دروع بقى عظيمة جدا وشكلها مبهر جدا. والفرق بقى الجنود على الصفين، ومنظر جميل جدا ومبهر للغاية يعني. وكلنا حريصين حتى من بعد الفاطميين على أداء الصلاة الجماعية الجميلة دي في عيد الفطر وكمان في عيد الأضحى. كلنا حريصين على أداء هذه الفريضة، وكل سنة وانتم طيبين. وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا.